في مجموعة مكررة ومتعودين عليها وقع النادي الأهلي المصري مع نادي صن داونز بطل جنوب إفريقيا، أما نادي الزمالك فوقع مع الترجي التونسي في مجموعة شمال إفريقية قوية، وده اللي أسفرت عنه نتيجة قرعة دوري ابطال افريقيا دور المجموعات دور ال 16. النادي الاهلي وقع في المجموعه الثانيه اللي بتضم معاه نادي صن داونز بطل جنوب افريقيا بالاضافه لنادي القطن الكاميروني ونادي الهلال السوداني، مجموعه قويه لكنها بتضم مجموعه فرق افريقيه. اما نادي الزمالك فوقع في المجموعه الرابعه واللي بتضم معاه نادي الترجي التونسي ونادي شباب بلوزداد الجزائري بالاضافه لنادي المريخ السوداني، مجموعه قويه جدا لانها بتضم فرقتين من شمال افريقيا، وبشوف ان مجموعه الزمالك اقوى من مجموعه النادي الاهلي. بنتمنى التوفيق لنادي الاهلي ونادي الزمالك ان شاء الله يتاهلوا الاثنين لدور الثمانيه. واعتقد ان فرص النادي الاهلي اوفر رغم وقوعه مع نادي صن داونز اللي هو بيمثل عقده للنادي الاهلي وقابلناهم كتير في الفتره الاخيره. كل التوفيق لقطبي الكره المصريه. قول لي رايك في التعليقات، مين يصعد مجموعه النادي الاهلي ومين يصعد مجموعه النادي الزمالك القويه، وما تنساش لايك للفيديو وفولو، وقول لي رايك في التعليقات. ايه رايك في قرعه دوري ابطال افريقيا؟ هل انصفت الاهلي والزمالك ولا فرصنا هتكون صعبه؟